السلام عليكم. أهلا بنات. عنقولكم باللي كلنا كنعرفوا شحال الحياة كتكون صعيبة بعض المرات. الهم اللي كيبقى يتجمع في القلب، الكسل اللي كيخلي كل حاجة صعيبة، وحتى بعض المرات الخوف من المستقبل اللي كيخلي الوحدة فينا تحس بالعجز. وكل وحدة فينا كتواجه التحديات اليومية ديالها بالطريقة ديالها. ولكن غنقول لكم في هذا الفيديو على واحد الحاجه اللي كنكونوا حنا في امس الحاجه ليها في نهاراتنا باش تعاوننا باش نواجهوا هاد الصعوبات. اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو اللي اكيد غادي يبدل حياتي وحياتكم من الداخل، ماشي باش نعيشوا بلا مشاكل، ولكن باش نواجهوها ونواجهوها بطاقة إيجابية، وباش نرجعوا نبغيو حياتنا، وباش نقدروا أننا نحققوا أهدافنا بلا ما نتأثروا بالظروف اللي كيكونوا في المحيط ديالنا، ولا حتى بنات ديك الحاجات اللي كنكونوا مثلا عشناهم في الماضي وكنبقاو نفكروا فيهم وكنتحسروا عليهم وكيبقاو يرجعونا اللور بلاصه ما نزيدوا لقدام. مهم فيديو هذا النهار ان شاء الله غادي يكون واحد الروتين اللي مزيون النهار كامل، فغنقول لكم مرحبا بكم. اذا كانت هذه اول مره كتشوفوا القناه ديالي انا زينب، فما تردوش يا بنات انكم تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش هيدا كتشجعوا هاد المخلوقه هذه ونيتا بنات كيبقى يوصلكم الجديد ديالي. ما تنساوش لايكنا الفيديو، خليو لي تعليقاتكم، وكنشكركم بزاف البنات على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. جزاكم الله كل خير، والله يجيب لكم كاملين يا ربي السهله والتيسير. روتين هذا النهار درتو معكم البنات من ديك 11 ونص، دخلت للكوزينه باش نوجد اللانش بوكس. انا يا بنات الحمد لله دابا رجعت عندي عاده، ما بقيتش كنرجع نعس حيت عندي لانش بوكس نورمال. اذا مثلا عطيتو من لانش بوكس في الصباح انا كنقول 100% راسي هيقول لي رجع نعس لك واحد الهزيزه. وديك الهزيزه ديالي يا بنات انا النعاس ديالي ثقيل، عندك واحد الساعتين حتى 3 ديال السوايعات باش نفيق. يعني نورمال اذا رجعت نعس مع 9 راه غنفيق حتى 12 ونص لوحده. فرجعت البنات كنتفادى انني نعطيهم اللانش بوكس، كنعطيهم غير الكوتي ديالو باش هذا كيهبطوه معاهم في استراحه. وبالنسبه للغدا كندي ليهم حتى ديك 12 ونص، المهم كتبقى لهم نص ساعه على الغدا. من نيت كندي لهم الغدا ديالهم سخون، حيت نتوما عارفين دابا الحاجه دغيا كتبرد. بالنسبه للتورتيه فانا كنعدل فيها غير بطاطا مقليه وبيضات وفرماج محكوك، وطبعا كنملحو بطاطا قبل ما نقليوه وكنضيفوا شويه د الملح مع البيضات. وبالنسبه بنات للفرماج ماشي ضروري التورتيه كتصدق بفرماج ولا بلا فرماج، حيت البيضات هما اللي كيجمعوها. اذا ما كانش عندك فرماج فكتعدلها بطريقه عاديه، تقدر تعدل معاها طريفات دجداد ولا طريفات دكامبا. المهم انا بناتي كياكلوها هايده غير بالبطاطا والبيضات، خصوصا الحاجات اللي كيديو من المدرسه، فكنحاول انني نعطيهم الحاجات اللي انا عارفه انهم كياكلوا منهم، حيت نتوما عارفين مازال في الدار راه كنبززوا عليهم شي حاجات، ولكن المدرسه عجبتهم الحاجه كياكلوها، او اذا ما عجبتهمش فطبعا كيرجعوها لك كيف ما عطيتيها ليهم. هنا جمعت لهم البوكسات ديالهم د الغداء، عدلت فيهم ديك التورتيه وشويه دفريت. المهم ديك البطاطا اللي قليتها ما عملتهاش كامله مع بيضات، خليت شي حاجه باش كنرفقها ليهم مع ديك التورتيه. صافي هنا جمعت لهم البوكسات ديالهم، عدلت لهم البنات شويه د المندرين في ديك البواطات صافي، وديت لهم الغدا ديالهم اللي قلت لكم باش هيدا كتوصلهم الماكله ديالهم في الوقت، ونيت كيتغداو بالغدا ديالهم باقي فيه شويه د السخاء ما يكونش بارد. ومشيت البنات تمشيت، رجعت كنخرج هيدا في الصباح من كندير لهم الغدا، ما كنرجعش للدار، كنمشي كنتمشى واحد 4 ساعات المكانه، نص ساعه المكانه صافي، وكنرجع في حالي. كنت اصلا خليت الفطور فوق الطبله، كيف ما نزلته في الصباح غير غطيته وخرجت، باقي ما فطرتش. هنا يا بنات غادي نشرب كاس ديالي د القهوه، غادي نفطر. هذا النهار ما كانش عندي الخبز فعدلت لهم لي بانكيك وصافي. باش هيدا كنوع في الفطور، مره كنعدل لهم الشيشه، مره لي بانكيك، مره حريشات. من كيكون الخبز راه كنزل لهم غير الخبز بوحدو. المهم البنات كل نهار ورزقو. واول حاجه غنعملها مور ما غادي نفطر ان شاء الله غادي نعمل البنات الروتين ديال شعري. ديجا في الصباح ملي كنفيق كنعدل ديك الروتين ديال وجهي، كنغسل وجهي، كنعمل كريمه ديالي صافي. وهاد الكابيلا يا بنات كنعملو من شعري دابا تقريبا شي شهرين المهم عليه شهرين دابا وانا كنستعملو صراحه، جبرت عليه مزيون. فرجعت من كنفيق في الصباح اول حاجه كنعملها قبل ما نبدا الاشغال ديالي اليوميه هي كنشقق شعري به مزيان، كنعدل المساج هيدا نلفر واد الشعر مزيان عاد باش كنبدا الشغل. اهم حاجه بداي بها النهار ديالك هي راسك، عاد باش بداي بالحاجات الاخرين، حيت اذا سبقتي حاجات اخرين كوني متاكده ان في الاخر د النهار راه ما غتجبرني الوقت ني الجهد باش مازال تهلا في راسك.
وغنبداو خاطرة الفيديو. غنقول لكم باللي في حياتنا اليوميه كاينين بزاف د الحاجات اللي كيتقلوا علينا النفس وكيخليونا نحسوا بالضعف، سواء كانوا هموم، سواء كانوا مشاكل اللي كنعيشوها في حياتنا اليوميه، الحزن بعض المرات اللي كيخنقنا حيت الحياه هي هذه، مره كنكونوا بلقانا ومره بلاقانا، وحتى العجز ولا الكسل اللي كيوقف لينا في طريقنا بعض المرات باش نحققوا او حتى باش نحطوا اهداف. ولكن نقول لكم الحمد لله، الله سبحانه وتعالى عطانا ادوات باش نواجهوا هاد الحاجات هادو، نواجهوا هاد المشاعر اللي كنحسوا بيهم، ونواجهوا هاد التحديات، ونواجهوا صعوبات الحياة. ومن ما بينها يا بنات الدعاء اللي كيقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وغنقول لكم البنات باللي اهم حاجه نبداو بها النهار ديالنا الا بغينا يا بنات نواجهوا هاد الصعوبات وهاد التحديات هما اذكار الصباح. وطبعا قبل ما نساليو النهار ديالنا نختموا باذكار المساء. وبما انه يا بنات التليفون بليه، ومن ما بين البليات البنات اللي عندي التليفون البنات وقيله اكبر البليات البنات اللي في حياتي، فبلاص انا ما نبقى غير شاده تليفون كنسكرولي في تيك توك ولا في انستغرام ولا في يوتيوب ولا كنتفرج في شي حاجه. فاول حاجه كنبدا بها النهار ديالي انا شابره تليفون شابره، فكندخل البنات نجوجل، كنعمل اذكار الصباح وغادي تطيح لك الصفحه، واول اختيار في الصفحه اللي طاحت لك تكي عليه غتدخل نيشان هاد الصفحه هذه يا بنات اللي كنوريكم دابا. وهيدا غادي تبداو تقراو الاذكار ديالكم ديال الصباح، واللي شفتو كيكتبوا لكم هذا كاين واحد البوطون كتكي عليه، مثلا الحاجه خصك تقولها 3 د المرات كتكي عليها كتقولها 2 د المرات، المهم حتى كترجع لكم صفر. هانتوما يا بنات ملي كنت كنقراهم قبيلاتي قلت بلاتي انا خصني ضروري نوري زعما هاد لاستوس للبنات، باش اللي حتى هي كتعجز تهز الكتاب اولا كتعجز انها تقرا في التطبيق اولا شابره تليفون شابره، نتينا دخل وقرا. راه ما كتاخذش بزاف د الوقت البنات، والله العظيم البنات الا شي 20 25 دقيقه في الصباح ديالك باش هيدا كتبدا النهار ديالك مزيان، وربي كيكون معاك في ديك النهار. مهم هنايا قلت بما اننا كنهضروا خلينا نهضروا في شي حاجه اللي مفيده واللي غادي تفيدنا ان شاء الله في الدين ديالنا وفي الدنيا ديالنا. غنرجع معكم البنات الروتين شويه، غتبان لكم قبيلاتي هاد الطبله كانت عامره بكتوبه، حيت بنات ما كنعطيهمش كتوبه ديالهم يوميا، كنشوف لهم ديك استعمال الزمن اللي عندهم، وكل نهار كنعطيهم كتوبه على حسب ديك الشيء ديك المواد اللي غادي يخدموهم ديك النهار، حيت ما يمكنش غنعطيهم كتوبه كاملين ماليطه كتجي ثقيله وباش يهزوها ويطلعوها في الدروج بوحدهم، مهم ما مزيانش يثقل. فكنحاول انني نقص لهم الكتوبه عليها في الصباح البنات كتكون الدار مقلوبه عادي جدا، هذه الدار د العواول. هاد اللعيبه اللي كتبان لكم هنايا ديما كنجمع فيها ديك لاستيكات وديك الخلايل د الشعر، مهم باش هيدا في الصباح مين يفيقوا يمشطوا مكنبقاش نقلب على الخلايل، وحتى مين كيكونوا زعما سبحان الله البنات ما عرفتش شكون في حالي كنقيل نشري ديك التخربيق، وكدوز 3 ايام 4 ايام صافي كيتلفوا ما عرفتش فين كيمشيو ولا واش كيخليوهم برا، المهم ما عرفتش. فمين كيبانوا ليا صافي ما بقاوش كنرجع نعاود نشريهم. لي بنات جمعت السيجور وبانوا لي هاد المخدات هادو حالتهم، حيت نتوما عارفين العيال كيمسحوا يديهم الا كانوا كياكلوا الشوكولات ولا شي حاجه كيتوسخوا لهم يديهم كيبقاو يمسحوا لك في الفراش، المهم معليش. فحيدتهم البنات رديتهم مع ديك الحوايج اللي عندي في لابادوره. وهنايا بارطاجي معكم البنات هاد فلوطه واعر، هذا يا بنات اقتصادي كبير فيه شي 90 تصبينه، ولكن اذا كنتي زعما مقتصده وكنتي كتقتصد عليه راه يدي لك اكثر من شهرين. هذا يا بنات ب 80 درهم وقيله، مهم 80 ما فايتش البنات 80 درهم ولا 75 درهم، المهم شي حاجه بحال هيدا كيخرج البنات الحوايج. غير هو من كيبانوا لي الحوايج موسخين بزاف كنعمل جوج د الكيسان ديالو اللي ديك الغلاقه اللي كيتشد بها كنعمل جوج، واذا بانوا لي الحوايج زعما عاديين خصهم غير يتصبروا من العرق ومن ديك الغبره وديك الشيء اللي كيكون فيهم كنعمل غلاقه وحده. ولاي وحده يا بنات ما كتقدرش انها تعمل الروتين ديالها بواحد النشاط بواحد الطاقه ايجابيه وانها تقضي الشغل ديالها وكتحس ديما بالعجز، فعنقول لك اعتمدي هذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. الهم كيجينا من كنخافوا من المستقبل، والحزن كيرجعنا يا بنات من ديك الحاجات اللي كنكونوا ديجا عشناهم في الماضي،
هاد الدعاء كيعلمنا نطلبوا من الله يبعد علينا هاد المشاعر السلبية اللي كتضعفنا، وان شاء الله ربي كيعاوننا باش اننا نعيشوا الحاضر بواحد الراحه وبواحد الطمانينه وبواحد الامل. المهم هنا يا بنات صافي جمعت الدار. اول حاجه بديت بها بيت نعاسي، وطبعا حيت ما كنصورش فيها فبديت بها هي الاولى جمعتها. عاد باش جمعت الدار شطبت. انا تبان لكم البنات فوق الرنيه الكوزينه عامره بالقشوع، ولكن كنخليها اخر حاجه. هنايا البنات كانت ديك الوحده و45، المهم جوج قل ربع. عاد باش البنات هنايا غنشرب واحد الكاس بالماء غنخلطو مع كولاجين صافي، وغادي نمشي نصلي صلاه الظهر. الله يتقبل منا ومنكم. عاد باش غادي ندخل الكوزينه نجمعها ونعمل حاجات اخرين اللي كيتسناوني. اهم حاجه ما بين كل حاجه كنعملوها وحاجه كناخذوا واحد النفس كنرتاحوا شويه، عاد باش كنكملوا على الاشغال ديالنا. وغنرجع معكم البنات لخاطره الفيديو. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. والعجز البنات هو ما تكونش قادر أنك تعمل حاجة، والكسل هو ما تبغيش تحرك من موضعك. حتى وإذا كنت قادر، انتنا قادر أنك تنوض تحرك جبل من موضعه، ولكن لا، انتنا كسلان، انتنا معجزة ما قدرش أنك تنوض تحرك ديك الجبل واخا راه عندك القوة وعندك الجهد. فهذا الجملة في الدعاء كتخلينا يا بنات نطلبوا من الله سبحانه وتعالى القوة باش نقدروا نواجهوا اليوميات ديالنا والروتينات ديالنا والمسؤوليات ديالنا كربات بيوت وكأمهات بواحد الحماس وبواحد الطاقة. حيث اللي قلت لك ان العجز هو ما تكونش قادر، ما عندكش الجهد، ولكن الكسل هو انه عندك الجهد باش تعمل الحاجة ولكن تينا ما باغيش تنوض. واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بزاف د الناس عندهم كريديات، بزاف د الناس عندهم بزاف ديال الضغط على كتافهم. فهاد الجزء بنات في الدعاء كيعلمنا اننا نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعاوننا باش اننا نحيدوا علينا هاد الاعباء هادو اللي كيكونوا فوق الاكتاف ديالنا، وباش هيدا نقدروا اننا نتنفسوا ونعيشوا بواحد الحريه وبواحد الكرامه. وطبعا بنات ما نطلبوا حد من غير الله سبحانه وتعالى. فيا بنات هذا الدعاء راه جزء من اذكار الصباح واذكار المساء، اللي هي بنات فحال واحد الدرع كيحمينا من الشر ديال النفس ديالنا وديال الدنيا. وانا مين كنقول بنات هاد الاذكار فكنحس باللي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى قويه. كنحس بلي انا ماشي بوحدي في هذه الدنيا، وبلي الله سبحانه وتعالى معايا في اي خطوه كنعملها. وكنتمنى فعلا بنات انكم البنات اللي ما عندهم شي واحد الروتين اللي كيمشيو عليه هيدا في الصباح غير كيفيقوا صافي وديك النهار كيف ما جا، لا، اول حاجه عملها بدا النهار ديالك، صليتي، مشاو ولادك المدرسه، بقيتي بوحدك، هديك التليفون في يدك فبدا النهار ديالك باذكار الصباح. موراها بالليل عاود قبل ما تنعس اولا قبل انا كنقرا بنات اذكار الصباح. المهم البنات الله يثبتنا دائما كيقول لك مين تكون كتعمل شي حاجه كتخص الصلاه اولا الذكر او ما تقولهاش، كيقول لك حيتاش اذا مشيتي احتقلتيها ما عمرك غادي تعملها مازال. المهم بنات انا كنقول لكم للاستفاده، والله كنقول ما حتى كنصوروا مثلا بحال هذا الشكل ديال الروتينات وغنهضروا فلما لا خلينا نهضروا في شي حاجه اللي هذه تفيدنا. مهمه بنات انا قلت لكم للاستفاده فقط. فبالنسبه لهنايا عجنت الخبز، هنايا بنات رجعت الكوزينه من صليت الظهر، الله يتقبل مني ومنكم. رجعت بنات للكوزينه، اول حاجه دورت العجانه، موراها غسلت القشوع وصافي مشيت جبت بناتي من المدرسه، طيبت الخبز، رديتها بنات العدس. انا رجعت كنعمل العدس بزاف للبنات. المهم انا كنقول شنو غنعمل لهم، كنعمل لهم العدس. فهنايا بنات غنعدل معكم واحد العصير واعر، الا جربتوه راه ما يخطاكمش واقتصادي. بالنسبه لهنايا في الخلاط عدلت جوج دجاجات مقشرين ومقطعين، ما طايبينش يا بنات، ما سلقتو ما الجعده من نبيره للخلاط. وعدلت هنايا جوج تفاحات مقشرين، وعدلت بنات واحد الطريف ديال سكنجبير طري، ضروري راه كيجي بنات العصير واعر، وكاس ديال عصير البرتقال، وجوج كيسان د الماء، معلقه ديال السكر سنيده. صافي طحنت كلشي مزيان. واللي كنأكد لكم عليها بنات ان الجعده ماشي طايبه، واهم مكون هو سكنجبير طري كيعطي واحد البنه في هذا العصير، وحتى الصحي بزاف للعيال. هنايا بنات شرملت الحوت، عندي يا بنات هنايا التون عملت له تشرميله عاديه صافي مع الملحه الابزار سكنجبير الخرقوم شويه د الكمون الحامض الثومه والربيع، وطبعا زيت الزيتون. خلطت كلشي وهنا بنات بلانشيتو في بلانشا
عدلت العدس الغدا. أنا قلت لكم هاد الأغلبية بناتي كنقول شنو غنوجد لهم، كنوجد لهم العدس حيتاش نتوما عارفين صحي، وعندي بنتي الصغيرة عندها فقر الدم، العدس شي حاجة اللي مهمة بزاف بالنسبة لينا. المهم صحاباتي، كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار. اذا عجبكم فما تنساوش انكم تخليو لايك للفيديو. ما عرفتش علاش ما كيكونوش شي لايكات، واخا كيكونوا مشاهدات. المهم البنات حاولوا انكم تخليو لي بزاف اللايكات، بارطاجيو فيديو مع الناس اللي كتعرفوا، وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو جديد. بسلامة.